القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. عايز أتأمل معاكم النهارده في مزمور بنصلي بيه في صلاة الساعة 3 في الإجبية، المزمور رقم 19، أول مزمور في صلاة الساعة 3. احنا طبعا اتعلمنا من ابائنا ان احنا نصلي دايما بالمزامير. بابا الشوربه كان يقول احفظ المزامير احفظك المزامير. بس المهم لما نصلي نكون فاهمين الكلمات ومركزين فيها. عشان كده كويس ان احنا نقعد على رواقه نصلي مزمور كده واحد بس ونفهمه، عشان ساعة ما نيجي نصلي بيه وقت الصلاة يكون حاضر في بالنا. المزمور بيقول يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسمه إله يعقوب. أنا بسكت عشان الناس تهدى الهدوء في الكنيسة كويس. طيب. يستجيب لك الرب في يوم شدتك. يحصل أحيانا إن يجي يوم شدة، في مشكلة، في مرض، في احتياج، في حد بيعاديني، في حد بيشهر بيا، في يوم شدة. هنا الوعد يقول ايه؟ ربنا يستجيب ليك في يوم شدتك. الوعد ده لينا كلنا، يجب ان نتمسك بيه. بس عايز اقول لكم حاجة سر كده اتقال في مزمور تاني. مزمور بيبدأ بكلمة طوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشر لما يجي الرب. خلي ده المفتاح بتاع قرب ربنا منك، انك تكون من النوع اللي يتعطف على المسكين. المسكين هنا ممكن يكون مسكين بالفلوس، محتاج فلوس وانت بتتعطف عليه، او مسكين باي نوع من المسكنه. يعني في إنسان يكون مسكين في ذكائه محدود، فإحنا أحيانا الشخص اللي ذكائه محدود بنتريق عليه، بيسموها ذات التنمر. ممكن يكون كل القعدة تريق على واحد غلبان، واحد فلوس اللي جماعة حرام عليكم، احنا بنضحك وبنهزر وهو جاي بيشاركنا في الضحك، لكن الموضوع بيتجرح. احنا كل واحد هيروح بيته وهو هيروح يقعد يحكي ان هو كان مثار السخريه طول القعده. حرام عليكم. اللي يتعطف على المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. خلي قلوبكم رحيمه، لان ده مفتاح رائع جدا، لأن الله أيضا يشفق علينا ويرحمنا. ما يزرعه الإنسان ازرع شفقة، الله يعطيك من ثمرة الشفقة. ازرع رحمة وهكذا. يستجيب لك الرب في يوم شدتك. استجابة ربنا أحيانا بتبقى غير اللي في بالنا. هديكم مثل مشهور جدا بتاع يوسف الصديق. أنا متأكد يوسف عمال يصلي يقول له يا رب ممكن تخلي إخواتي يحبوني؟ أنا ما عملتش حاجة، هم كرهني وأنا ما عملتش حاجة. ممكن تخليهم يحبوني؟ ربنا استجاب، بس إزاي؟ استمروا بيكرهوه.
استمروا بيكرهوه. يوسف يوم بعد يوم يقول له يا رب أنا ما عملتش حاجة، والطلب بتاعي مش طلب وحش، مش بقول لك انتقم منهم، بقول لك خليهم يحبوني. أكيد الطلب ده حسب إرادتك، أنت ليه يا رب مش سامع، مش واخد بالك؟ يقول له هول بالك يا يوسف، ودي قصة طويلة. طيب فجأة يوسف شعر إن ربنا استجاب. إيه بقى؟ أبونا دهله قال له إخواتك بيرعوا في المنطقة الفلانية، خد المؤونة وروح استقرهم ورد لي خبر. أخيرا يا رب اديتني فرصة أخدم إخواتي يحبوني، هيفرحوا لما أروح وأجيب لهم الأكل وأسأل عليهم يحسوا إن أنا بحبهم. جاري يروح لقاهم مش موجودين، سأل هم فين، قاعد يدعبس لغاية لما إيه وصل لهم. استقبلوه بالإيه؟ بالعذاب. أدي صاحب الأحلام يلا نقتله ونخلص منه. ده بقول لك خليهم يحبوني ونخليهم يقتلوني. وبعدين واحد قال لا حرام لما نقتله يبقى دمه عليه. أشكرك يا رب إن أنت أخيرا حننت قلب واحد عليا. يعملوا فيا إيه؟ نرميه في البير. الله يا رب بقول لك خليهم يحبوني يرموني في البير. طبعا هو في البير عمال يصلي يا رب خليهم يطلعوني من البير. أنا اتخنقت لقاهم يطلعوه. أشكرك يا رب إن أنت استجبت لي. لقاهم بإيه؟ بيتبعوه. ها؟ فين يا رب الاستجابة؟ اتبع راح مصر يشتغل خدام. يا رب اديني نعمة في عينين الناس اللي أنا بخدم عندهم، أعطاه نعمة وبقى كبير في البيت. بس فوجئ إن النعمة دي خلت امرأة سيده تنظر إليه نظرة شهوانية. يا رب أنا بقول لك خليهم يحبوني عشان أبقى مستريح مش عشان أتجرب. انقذني يا رب من هذه المرأة. أظن يا رب الطلب ده بحسب مشيئتك، المفروض تستجيب على طول. يقول لك كانت يوم بعد يوم، يعني التجربة بتاعت يوسف مش مرة، كانت قاعدة في البيت بتضايقه كل يوم لغاية ما حصل المرة اللي مفيش غيرهم في البيت وساب لها الثوب وهرب وراحت هي اشتكته واتحط في السجن. بقى يا رب أقول لك احفظ عرفتي ترميني في السجن. وفي السجن نسيوه. وبعدين يشاء القدير ان يكون الساقي والخباز بتوع الملك ويحلموا احلام ويوسف يفسرها لهم تتحقق، وخلصت القصه ونسيوه لغايه ما جه الميعاد ده، ميعاد الاستجابه. استجيب لك الرب يوم شدتك، قول له يا رب يوم شدتك. ده انا عايش في الشده كم سنه؟ مين يعرف يوسف قعد 13، لأن هو ساعة لما باعوه كان سنه 17، ولما وقف قدام فرعون كان سنه، خلي بالك الفترة دي من أعز فترات العمر، من 17 ل 30. بس كأن ربنا كان بيجهزه لحاجة عظيمة. قال لما استجبت لي من أول لحظة، بس كل شيء ليه إيه؟ وأتاري القصة كلها كانت تخفيف من ربنا استخدم بيه شر الأشرار لفايدة يوسف وخيره، ويبقى في الآخر كمان مش بس حكاية ينقذ الناس من مجاعة، ويصير كمان رمز للمسيح. من أعظم رموز المسيح في الكتاب المقدس قصة يوسف، لدرجة إن فرعون سماه إيه؟ أيوه، صفناء بعنيح، يعني إيه؟ مخلص العالم. ده مفيش أكثر من كده إشارة للمسيح. وهو خلص العالم بالأمر، والمسيح خلصنا بإيه؟ جسد الأمر.
قصة طويلة 13 سنة من قبلها، ده 13 سنة من ساعة ما اتباع، لكن من قبلها سنين طويلة وهو مكروه جوه بيته. تخيلوا أصغر إخواته عايز يلعب مع حد يقول له مش تبكش، عايز ياكل مع حد ما تاكلش معانا، عايز يقعد ما تقعدش معانا. ده إيه العيشة دي؟ وكأن الله كان بيعد له أن يكون رمز المسيح اللي اتقال عنه في المزمور: رفضوني أنا الحبيب مثل ميت المنظور. لما يقول له رب أنا بصرخ إليك، يقول له أنا استجبت. طب فين مش شايف؟ فستعلم فيما بعد. يستجيب لك رب من شدتك. استجابة ربنا مش شرط بحسب اللي في دماغك، لأن هو بكل تأكيد أكثر حكمة مننا ويعلم المستقبل. هو بيرسم خريطة وإحنا ما نعرفش. كل واحد فينا عبارة عن أيقونة، واللي بيرسمها الروح القدس. قولوا لي بقى أي واحد بيفهم في الرسم الأيقونة نقدر نحكم على جمالها أثناء ما بتتعمل؟ أمال إمتى؟ لما نخلص. ده أحيانا الموزاييك، أعتقد في الهيكل في الشرقية أيقونة موزاييك. الموزاييك دوت يقعدوا يعملوه وييجوا يركبوه لغاية ما يركبوه ما يبانش جماله، لأنه بيعملوا في الآخر الفينيشنج بقى، التشطيبات النهائية يبان جماله. وربنا بيقعد يرسم فينا أيقونته واحنا أحيانا مش فاهمين. قال بطرس ستفهم فيما بعد. يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك، اسمه إله يعقوب. ليه قال كلمة اسم إله يعقوب؟ ليه ما قالش على طول إله يعقوب؟ ينصرك إله يعقوب. ليه قال اسم إله يعقوب؟ عايز حد يربطها يعني. برافو عليك، انت رأيتك. عشان ينادي اسمه ايه؟ يسوع. يسوع يعني ايه؟ مخلص. نصرخ لاسم يسوع وهو يخلص. اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنى. كل من يقول يا رب يسوع كمن بيده سيف يسرع العدو. أنا عارف إن أنتم كلكم عارفين تدريب صلاة يسوع، ده تدريب جميل وقعدوا تصلوا طول الوقت. ميزته إن كلمات قليلة، وإنه نقدر نقوله في أي وضع، وأنت قاعد وأنت قايم وأنت نايم وأنت بتاكل وأنت بتذاكر وأنت بتشتغل وأنت ماشي في الشارع وأنت قاعد مع الناس وأنت قاعد لوحدك. في أي وضع نقدر ننادي اسم الرب يسوع وهو يخلص. ينصرك اسم إله يعقوب. يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعضدك. العون اللي بيرسله ربنا برضه ليه أشكال. يعني ممكن وانت مش عامل حسابك تلاقي واحد ظهر لك كده يقول لك مش محتاج اعمل لك حاجه، تقول له انا مش قادر اشيل دي، اشيل معاك. وبعدين مش موجود، تقول يا رب ده يرسل لك عونا من قدسه. مش بس في الشيله بتاعت الشنطه، لكن اي شيله في الحياه تلاقي ربنا يبعت العون من حيث لا تدري، لانه جاي من قدسه. جاي هو الالتصاق بالله. الإنسان الملتصق بالله كل الكلام ده يحس بيه، يختبره ويتذوقه ويبقى خبرة عنده، والخبرة تتراكم وقلبه يبقى ثابت في الرب. في يوم شدتك ينصرك ويرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعبدك. يعني ايه يعبدك؟ يساعدك. طب ايه صهيون دي؟ ايوه،
صهيون هي الجبل اللي كان يسكن فيه بني إسرائيل ومبني فيه مدينة أورشليم، عشان كده بقت صهيون ترمز للكنيسة. يعني يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون للكنيسة يعبدك. عشان كده خلي بالكم، لما ربنا يحب يساعد واحد ممكن يخليك انت اللي تساعده. مرة قريت عبارة الشباب بيكتبوها كده على الفيسبوك، يقول لك أي حد يطلب منك حاجة اعرف إنه راح قال لرب أنا عايز كذا، قال له روح لفلان قول له. ده اللي بقوله. الحالة دي لما حد يطلب مني حاجة أفرح إن ربنا إيه؟ بعد عرفني بقى وقال له روح اطلب من فلان. ما تقولوش معنى أنا اللي اخترتني من وسط الناس عشان تيجي تطلب مني. هو مش هيعرف يجاوب، لكن يعرف بقى إن ربنا قال له روح لفلان يخلص لأنه بيرسل العون من قدسه ومن صهيون كنيسة يعبدك. لازم نساعد بعض. ولما أكون أنا عضو مساعد عون للناس، ساعة لما أقع في مشكلة هلاقي كل الناس حواليا. لكن لما يكون إنسان أناني مش بيخدم الآخرين، هو ساعة الشدة يلاقي الناس انفضت من حوله، ما عندوش رصيد. تقول لي طيب ما هو مفروض زي ما انت بتقول لي اساعد الناس تساعدني. هو المفروض الواحد يزرع الاول ولا يحصد الاول؟ يزرع. ازرع عشان تحصد، ولا انت عايز تحصد من حيث لم تزرع؟ يعني عمري ما ساعدت حد بعدين اجي اطلب المساعده ايه كلهم حواليا؟ ما المفروض ابتدي انا. يذكر جميع ذبائحه ويستثمن. برافو، كنا طرفها صح. محرقاتك ولا محرقاتك؟ مفتوحة ولا مكسورة؟ لو قلت محرقة يبقى نار بتحرق، محرقة يبقى حاجة بتتحرق. ده باللغة العربية يعني. يذكر جميع ذبائح. هل احنا بالعهد الجديد عندنا ذبائح؟ زي ايه؟ اعتراف. هل احنا عندنا في الكنيسة بنجيب خروف نذبحه؟ لا. امال ايه الذبائح؟ التسبيح. ذبيحة التسبيح. رحمة السلام ذبيحة التسبيح. ده بولس الرسول قال ايه؟ ان احنا نقدم الذبيحة دي سميها ثمر شفاء معترفة باسمه. عارفين ليه؟ ركزوا في المعلومة دي. ليه الكورال لما بيقدم ترانيم يستخدم موسيقى؟ وليه لما بنيجي نصلي مش بنستخدم الموسيقى؟ لما برضه الكورال تسابيح. بصوا حتة مهمة جدا. لما بنيجي نصلي القداس أو التسبيحة أو أي ليتورجية في الكنيسة، نحن نقدم ذبيحة التسبيح. والآلة الموسيقية الوحيدة هي حنجرة. الدف بقى مش آلة موسيقية، دي أداة إيقاع تظبط بس اللحن، تظبط الريتم. لكن الآلة الموسيقية الوحيدة المستخدمة في الصلاة هي إيه؟ عشان كده قالت ثمر شفاء معترفة باسمه. ولذلك تلاحظوا حاجة، القرآن ده هو بيقدم ترانيم، كان باصص للشرق ولا باصص لنا؟ باصص لنا. وبعد ما يخلص بنعمل ايه؟ هل بيحصل كده في القداس؟ ان الشمس يروح كده يقولوا كل لحظة تسقفوا؟ لأن احنا في القداس بنقدم ذبيحة تسبيح لله. مش حفلة الناس يسمعونا ويتبسطوا ويسقفوا لنا.
فالكنيسة تقدم ذبيحة تسبيح، ثمر شفاء من ثمر آلام. ربنا بيقول الذبائح دي هفتكرها يذكر جميع، بس مش التسبيح بس. حد يفتكر في ذبائح تانية غير التسبيح؟ كل عمل صالح بتقدمه إيه؟ العمل الصالح عامة. ممكن تقف عشان اسمعي؟ كل عمل صالح بتقدمه برافو هو ذبيحة. برافو. كل عمل صالح هو ذبيحة. ده في هنا أبونا قال العطاء، قالها بولس الرسول: لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. أي عطاء هو ذبيحة. أي تعب، حتى في الإنجليزي يستخدموا تعبير sacrifice. يعني لما تقول له تعبت في الساكريفايس معناها أنا مش عايز مقابل، يعني أنا بقدم ذبيحة. أي تعب بتتعبه من أجل الله هو ذبيحة حب. طبعا ممكن أتعب في شغلي وآخد أجر، ده مش ذبيحة. واحد بيشقى عشان يجيب فلوس عشان يأكل ولاده، دي مش ذبيحة. لكن الذبيحة لما بتقدم تعب لناس من غير مقابل، ربنا يقول أنا مش هنسى هذه الذبائح. أي تعب، التعب في الصلاة، التعب في الخدمة. واحد بيطلع افتقاد، طالع أدوار ونازل أدوار علشان يقابل الناس اللي هم على الكنيسة، دي ذبائح. فحطوها في بالكم، الذبائح في العهد القديم مش سكينة سفك دم، لكن مجهودات. يذكر جميع ذبائحه. طب يستثمر محرقاتك يعني ايه بقى؟ اولا يستثمر بالسين ولا بالثاء؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ سين يعني كلمة ثمين بالسين غالي، ثمين بالثاء. ايوه، ثمين يعني كده ملصص. طب وثمين بالثاء؟ غالي. هنا يستثمر محرقاتك، يعني حتى لو انت جبت له محرقه هزيله هو يقول لك الله دي كبيره قوي، يستثمرها، يقول لك حاجه عظيمه. تقول له يا رب انا مكسوف منك جايب لك حاجه هزيله، يقول لك ده عظيمه. يستثمر. زي لما يكون في طفل صغير جاب لوالده هديه فقيره ومن مصروفه نزل جاب هديه في عيد ميلاد بابا او جابها لماما في عيد الام. طبعا احنا بنفرح جدا، ازاي انت افتكرتني ورحت واشتريت، تاخده في حضنك وتبوس فيه وتقول له اجمل هديه جات لك، انت استثمرتها. الله يستثمر محرقاتك. يعني انت لو قدمنا صيام زي صيام العذراء ده، صراحه يعني ايه صيام؟ عملنا ايه؟ غيرنا نوع الاكل، نضحك على نفسنا. ربنا يقول لها انت عظيم جدا، كويس ان انت صمت، الكنيسه قالت صيام انت صمت. ياخدها على ان هي ايه؟ حاجه كبيره. يستثمر محرقات. لما بنصلي كلنا بنشتكي اننا بنسرح في الصلاه ونشعر ان صلواتنا غير نقيه، واحيانا نقول حاسس ان صلواتي غير مقبوله. ربنا يقول ده حلو قوي، انت حلو، انت جميل، انت بتصلي وانا بفرح بالقلب اللي يصلي. يستثمر المحرقه. فاحنا مهما عملنا حاجه قليله ربنا باصص لها ان هي ايه؟ كبيره. بس اوعوا تعملوا العكس. العكس يكون ازاي؟ ان انا بقول لربنا خلي بالك اني اصوم، مش كان انجيل العشيه النهارده؟ بصوم لك يومين وعشر كل ما امتلك وانا مدينك. ما ينفعش. انا اقف قدام اقول له المكسوف من العطاء بتاعي
اقبلوا كأنه فلسي الأرملة. والمسيح مش قال على فلسي الأرملة إنها ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا، لأنه هو استثمن هذه المفرقة الكثير. عشان كده نقف قدام ربنا حاسين إن إحنا وحشين، هو اللي يرفع من معنوياته. عشان كده المسيح ادانا ايه؟ يعني ادانا اتهام، قال خلي بالكم لما تعملوا كل البر يقولوا ايه؟ عبيد بطالين. فاكر في مرة كان البابا شنودة واقف واحنا حواليه، وبعدين حد جه اداله حاجة كده يعني يتبرع عن حاجة، فقال له ربنا يباركك كتر خيرك يا ابني صلى له. فالشخص قال له يا سيدنا ده احنا عبيد بطالين. قال له ربنا يباركك. بعد ما مشي قال لنا ايه؟ هل تعلموا ان احنا ما يصحش تقولوا ان احنا عبيد بطالين؟ قلنا له ايه؟ تفتكروا ايه؟ لا نعود بعد عبيدا. عشان ربنا تقول انت فكرة لا نعود بعد عبيدا. سرقنا بدمه فحررنا، فلا نعود عبيدا. ما نقولش عبيد. قال أولاد ده هو قال قولوا ان انا عبيد بطالين. برافو عليك. ده انا لما اقول انا عبد بطال بقول ده انا عملت كل البر، وهقول زي المسيح قال ان انا عبد بطال، وفي الحقيقه احنا ما عملناش كل البر، يبقى احنا اقل من العبيد البطالين. تخيل التامل، قال لك ده انت لما تعمل كل البر تبقى تقول عبد بطال، مش حتى ما عملناش كل البر نبقى ايه شغلنا. بس بقى العجيب ان الرب يستثمن محرقات. نتيجة كده بقى ان هو يذكر جميع ذبائحك ويستثمن محرقاتك، يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. فما جايز يكون قلبي يطلب حاجة وحشة والمشورة بتاعتي تبقى وحشة. لا، الإنسان الذي يقدم لله ذبيحة الحب وذبيحة التسبيح بيكون قلبه حسب قلب الله. مين اتقال عنه الكلمة دي؟ داوود. برافو. تخيل بقى، طب مين اللي قال ان انا فكر المسيح؟ بولس. احنا بقى عايزين يبقى قلبنا حسب قلب الله وفكرنا حسب المسيح. ففي الحالة دي حسب قلبك يعني حسب قلب الله، ومشورتك تبقى مشورة الله. بس مش معناها انا الله، حاشا، لكن في نوع من الايه؟ التوافق، في نوع من الاتحاد، في نوع من الشبع. احيانا لما يكون اثنين اصدقاء يقعدوا مع بعض كتير تلاقيهم فكرهم متقارب، لما يجي يتكلم يقول له يوه كنت لسه هقول انت خطفتها من بكره. القلوب عند بعضها هي في الحقيقه نتيجه العشره، يبقى في نوع من الايه؟ التوافق. اللي يجي على بالك يجي على بالك، ويفهموا بعض من النظرات. تخيل لما يكون ده بقى المسيح، انت بتقعد معاه كتير، تتكلم معاه كتير، تقرا الكتاب المقدس كتير، بتتحد بيه كتير، المسيح واكل عقلك. فتلاقي الواحد قلبه حسب قلب الله ومشورته حسب فكر المسيح. يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك. طبعا الإنسان لما ربنا يستجيب له ويعضده ويسنده ما يلاقيش قدامه بالكلمة نعترف لك. سؤال: ايه الفرق بين الاعتراف لربنا والاعتراف للكاهن؟ نعترف لك يا رب. اصل في ناس يستغلوا دي
يقول لك اهو ده المزمور بيقول نعترف لك يا رب، مش نعترف لابونا القسيس. كل ما يحل لكم كل ما برافو برافو. بس انا عايز اعرف ايه الفرق بين كلمه اعتراف هنا وكلمه اعتراف هنا. برضه انت اتفضل. اعترف بربنا يعني اقر بالفضل اللي ربنا عمله في حياتي يعني. عمل ربنا في حياتي. الاعتراف للكهنوت هو سر من اسرار الكنيسه، ده نفسه داود النبي نفسه اعترف لمثاله. بالظبط. الاعتراف لله معناها الشكر. اعترف للرب معناها بعترف بجميله، بعترف بفضله. اشكروا الرب فانه صالح وان الابد رحمته. اعترف للرب معناها اشكروا الرب. اما الاعتراف للكاهن معناها بأقر بخطيئتي عشان اخلق غفران. فهنا نعترف لك يا رب خلاصك معناها نشكرك على اللي انت عملت معانا وخلصتنا. طبعا الخلاص على الاقل فيه نوعين، نوع خلاص ابدي ونوع خلاص زمني. الخلاص الابدي واحد، ان احنا ندخل السماء. الخلاص الزمني كتير، كل شويتين عندي حاجه عايز اخلص منها. خلصني من المرض، خلصني من الامتحان، خلصني من المقابله دي، خلصني من الزنقه دي، داخلين على المدارس وعايزين فلوس. في دايما في ضيقه بنقول يا رب خلصنا، نعترف لك يا رب خلاص. وباسم الهنا ننمو. يكمل الرب كل سؤلك. كل حاجه بتسالها ربنا هيكملها لك. الان علمت ان الرب قد خلص مسيحه. يعني ايه مسيحه؟ يعني ايه الرب خلص مسيحه؟ برافو عليك. طب ليه سموا داوود مسيح الرب؟ عشان اتدهن بدهن المسح. طب مين فينا زي داوود اتدهن بدهن المسحه؟ كلنا. عشان ايه؟ ميرون. يبقى انت مسيح الرب وانت مسيحة الرب لانه مسحنا بالميرون. الان علمت ان الرب قد خلص مسيحه. طب ايه الفرق بين ان احنا منصوفين وان المسيح هو المسيح؟ رئيس الكهنة الأعظم. بص بقى، هو اسمه المسيح بالالف واللام، لكن احنا اسمنا مسيح الرب. هو المميز المسيح، وتسمى مسيح لانه مسح. امتى المسيح مسح؟ لا لما اتعمل يوم المعمودية مسح. بس هو كمان على رأيك منذ الأزل، لأن هو الروح القدس هو روحه منذ الأزل. الآن علمت أن رب خلص مسيحا واستجاب له من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه. يعني ايه كلمة يمينه؟ قوته. بص بقى قال ايه؟ انتوا زهقتوا؟ هزهقكم. بص يقول ايه؟ هؤلاء مركبات وهؤلاء بخير ونحن باسم الرب إلهنا نعم. هم عثروا وسقطوا ونحن قمنا وانتصرنا. ايه المركبات وايه الخير؟ اللي هي ايه المركبات؟ جيوش الاعداء. طب بالنسبه لنا احنا في حياتنا ايه المركبات والخير بتاعت هؤلاء؟ هؤلاء مركبات وهؤلاء بخير ونحن باسم الرب نعم. بصوا، ممكن الناس اللي بيعكسوني يكون عندهم امكانيات وانا غلبان. الراجل ده واخد منصب في البلد وفي ايده يذلني، عنده مركبات وخير وانا باسم الرب. الراجل ده استاذ في الجامعه وانا طالب عنده، في ايده يسقطنا في ايده ينجحنا. هؤلاء مركبات وخير واحنا باسم الرب.
فاكرين جليات وداوود؟ مين اللي غلب؟ باسم أنا أتيك أنت تأتيني بإيه؟ وأنا أتيك. في الآخر مين اللي غلب؟ عشان كده قال هم عثروا وسقطوا ونحن قمنا وانتصرنا. ليس الأمر هو الإمكانيات لكن ربنا. خليك تفتكر إن ربنا سند. لو الإمكانيات موجودة الله يستخدمها، لأن في آية تقول إيه؟ الفرس معد للحرب وأما النصرة من عند الرب. الفرس معناها عندي فرس معد للحرب، بس أنا عندي فرس مش فيها، دي أنت. النصرة من عند الرب. لكن الآخرون بيتكلوا على المركبات والخيل. مكان فرعون عنده مركبات وخيل وأسلحة، وشعب الله طالع غلبان. غلبان ليه؟ خلي بالكم لغاية دلوقتي اللي بيدخل الجيش بيكون سنه 60 سنة، لازم سن الشباب، بيكون أطفال، يكون مريض، يدخل أخذوا أحسن ناس يدخل الجيش في أحسن فترة عمر. طيب شعب بني إسرائيل الخارجين كانوا مين؟ العواجيز والصغيرين واللي شايل عيل واللي بطنها عيل واللي على كتفها عيل واللي شايل أبوه عشان عيان، ومعاهم العزال بتاعهم ومعاهم البهايم بتاعتهم ماشيين جيش بس من الناس الغلابة. وراهم فرعون بقى بجنوده الشباب اللي في صحتهم وراكبين مركبات. هؤلاء مركبات وهؤلاء بخيل ونحن باسم الرب. هم عصر وسقط واحنا ايه؟ هم نتصرف. ما تخافوش من الناس. فنخدمها بقى يا رب. خلص ملكك واستجب لنا يوم ندعو. ملكك لأن هو عيننا ملوك وكهنة. جعلنا ملوك وكهنة لأبيه. لا بس استنوا تطمنوني، هو احنا كلنا كهنة دي صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح. معناها مفيش الآباء دول؟ لا. دي موجودة مع دي؟ صح؟ طب واحنا كلنا ملوك؟ يعني مفيش حكومة؟ لا. دي مع دي زي ايه؟ عشان حد يقول لك كلنا كهنة اقول له ملوك. بس هم بيقدروا علينا احنا وما يقدروش على الحكومة. فاللي يقول لك كلنا كهنة اقول له وملوك. معناها احنا ملوك، لكن دي ما تمنعش ان في رئيس للدولة نحترمه ونخضع له. كلنا كهنة لكن في بره واسقف كهنة نحترمهم ونخضع ليهم. طب امال احنا ملوك من ناحية ايه بقى؟ ولاد الملك. والملوك يسلكوا السلوك عشوائي ولا يسلك في نبل وشياكة. عشان كده بقول يا رب خلص ملكك، مش انت عينتني ملك، خلصني واستجب لنا يوم ندعو. طبعا لنا رجاء الله ان يستجيب لنا باستمرار. ربنا يبارك حياتكم، لإلهنا المجد الدائم الى الابد. في اسئله؟ واحد بيسأل بيقول عايزين أسئلة ولا بلاش؟ طيب واحد بيقول البابا كرولوس عمود الدين هو اللي وضع صلاة الإيجابية في القرن الخامس، فهل قبل كده كان بيصلوا أبدا لازم السماوات فقط؟ أولا مين قال المعلومة دي؟ مين قال إن البابا كرولوس الكبير هو اللي عمل الإيجابية في القرن الخامس؟ بالإيجابية أساساً كان بيصلي بها اليهود قبل ميلاد المسيح. مش بتقروا في سفر الأعمال إن الرسل كانوا مجتمعين في وقت صلاة الساعة 3 يروحوا تصحى عليهم؟
مش بتقروا إن بطرس ويوحنا كانوا رايحين الهيكل في وقت صلاة الساعة 6؟ مش بتقروا إن بطرس لما نزلت الرؤية بتاعت الملاية كان بيصلي الساعة 9؟ دي موجودة من زمان. أول حاجة دخلت الكنيسة كان الإفخارستيا المعمودية والإنجيل. سؤال: خالد توفى وترك مبالغ وعقارات، وبعد إعلان الوراثة قرايبنا أخذوا كل التركة حسب الشريعة الإسلامية. هو طبعا لما بيكون في ممتلكات رسمية، يعني عقارات أو أموال في البنوك، لو نفس الدولة بتقسمها يقول لك هتبنى إعلان وراثة، وبتتقسم حسب قانون الدولة اللي هو في الشريعة الإسلامية. لكن لو إحنا فينا روح المسيح نقعد مع بعض ونقول إحنا هنقسمها بالطريقة المسيحية اللي هي فيها التساوي. لو مفيش التالي لازم تخضعوا للنظام العام. سؤال: المسيح قال من جدف على ابن الإنسان يغفر له، أما الذي يجدف على الروح القدس فلا يغفر له. مش ده يعتبر تفضيل أقنوم عن أقنوم ولا إيه؟ لا طبعا. نحن نؤمن بالتساوي التام بين الثلاثة الآخرين، الآب والابن والروح القدس. لكن المسيح مقدر ظروفه. هو البشر شايفين المسيح متجسدا صورة إنسان، فجايز يعثروا فيه ومش مصدقين إن هو الله. لو قال لهم اللي يجدف عليا مش هيغفر، يبقى مفيش حد من البشر يدخل السماء. لكن إيه حجتهم إن هم يجدفوا على الروح القدس؟ وخصوصا إن الروح القدس هو اللي بيدفع الناس للتوبة. عشان كده لو مفيش صداقة مع الروح القدس ازاي الناس تتوب؟ آخر سؤال بيقول: أنا أعشق الرهبنة ودايما بشعر إني راهب واتصرف نفسي تصرفات الرهبان، ولكن أحيانا أشعر بالملل على الرغم من إني بحب حياة التأمل جدا. والخط بتاع حد صغير كويس إن أنت من صغرك بتحب الرهبنة والطهارة والبتولية والصلاة والتأمل. ساعة ما سنك يوصل للسن المناسب اختيار الرهبنة، ربنا هيكشف لك إذا كنت تكمل في الرهبنة أو تتزوج. وفي كلا الحالتين هيبقى أنت مستفيد، مش هتخسر حاجة. السن المناسب كام؟ نعم؟ السن المناسب كام؟ السن المناسب يكون خلص دراسة، خلص التزامات إذا كان في جيش، اشتغل وجاي في الفلوس، وبعدين يكون مثلا عنده 25 سنة 24 سنة 26. بس طبعا لما يكون من بدري بيتردد على الدية عشان يعرفوه من بدري، ما يروحهمش بعد ما يخلص كل الحاجات دول يبتدي من جديد تعرفوا عليه. شكرا. تعيشوا كل سنة. ونشكر محبة سيدنا، ربنا يدينا خصوصيته ويعيش ويعلمنا. Thank you.
يا ملك السلام أعطنا السلام وقرر لنا سلامك وقرر البيان لأن لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة والأمين واجعلنا مستحقين أن نقول شكرا. تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك